صلاح قنديل. ازي حضرتك؟ اهلا بيك فندم. احساس ايه حضرتك النهارده بعد 10 سنين في مدرسه بورسعيد الدوليه؟ مدرسة بورسعيد الدولية الحقيقة يعني احنا بنقول عليها صرح علمي راقي جدا الحقيقة، وده مش كلام، ده فعل، وكل الناس بتتمنى انها تلحق اولادها في مدرسة. فطبعا من هنا احنا بنحترم هذه المدرسة، بنحترم القائمين على الإدارة فيها، وبنتمنى ان شاء الله انه يعني يبقى عندنا مدرسة واثنين وثلاثة بنفس الشكل. الكلمة اللي انا كتبتها دلوقتي وانا داخل بتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، بقول يا رب يعني يعيشوا لغاية ما يحتفلوا بمرور 100 عام ان شاء الله على انشاء المدرسة باذن الله. ان شاء الله. ميرسي كده لحضرتك. شكرا. معانا استاذ اسامه البلتاجي مدير المدرسه القسم الامريكي. حضرتك بقالنا 10 سنين في المدرسه ولا حضرتك جيت بعد كده؟ لا، بقالنا 10 سنين في المدرسة. احنا هنا من أول ما ابتدت المدرسة وبنحتفل النهاردة بمرور 10 سنوات على بداية المدرسة. طبعا صرح عظيم، وكل الناس اللي اشتركت منذ البداية في إنشاء المدرسة والعمل على إنها تبقى بالشكل ده موجودين النهاردة عشان يحتفل بمرور 10 سنوات على إنشاء المدرسة. احساس حضرتك ايه النهارده وبقالنا 10 سنين؟ إحساس جميل جدا، وخصوصا الواحد بيستعيد ذكريات بقالها سنوات طويلة ومناسبات وأحداث، وولادنا اللي موجودين النهاردة وولادنا اللي اتخرجوا كلهم بيمروا بذهني دلوقتي، وحاسس بالفخر وبالاعتزاز بكل واحد موجود حط ولو لمسة صغيرة في المدرسة. كلهم ليهم والشكر في يوم زي ده. حضرتك تحب تقول ايه لراديو النادي المصري؟ والله اتمنى لكم التوفيق في البروجكت الجميل ده، ومبادرة طيبة منكم تعملوا بروجكت زي كده، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في كل للنادي المصري في كل المباريات اللي موجودة. معانا مدام نادية حافظ مديرة رئيسة مجلس إدارة مدارس نفرتاري الدولية. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. حضرتك من أوائل الناس اللي ابتدت معانا المدرسة، صح ولا أنا غلطانة؟ لا، أنا اللي أسست المدرسة. حضرتك ممكن تحكي لنا عن الموضوع ده حاجة بسيطة كده؟ والله كانت فكرة من محافظة بورسعيد، ما كانش في ولا مدرسة لغات ولا مدرسة دولية في بورسعيد، فاتصلوا بيا في القاهرة وطلبوا مني إن أنا أعمل دراسة لإنشاء مدرسة، وكانت حلم وتحقق الحمد لله. إحساس حضرتك إيه النهاردة وبتحضري عيد ميلادها العاشر؟ لا، إحساس جميل الحقيقة، وأنا سعيدة جدا بالفريق العمل اللي بيشتغل فيها، اللي كمل المسيرة وطورها وأكدها وخلاها نموذج يحتذى في بورسعيد كلها. يعني حضرتك تقولي إيه الراديو المصري؟ فاهم؟ الراديو المصري أقول له اعمل لنا توعية للتعليم وللقيم والمثل في البلد، اعمل لنا توعية لجودة التعلم، اعمل لنا توعية للعلاقة الطيبة بين أولياء الأمور وبين الطلبة وبين إدارة المدرسة، عشان نقدر نطلع الناتج الناتج اللي بتتمناه كل أم لابنها وبنتها من عملية التعليم. شكرا لحضرتك جدا، كل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا أمي. وحضرتك؟ محمد ابراهيم. حضرتك معانا من المؤسسين؟ ايوه يا فندم. بقالك قد ايه معانا؟ من اول يوم في بداية المدرسة. اكتر حد هيكلمنا بقى عن احساسه النهارده بعد ال10 سنين. طبعا حاجة طبعا مشرفة جدا ان المدرسة تبقى بالنجاح الدائم من اول سنة لغاية اخر سنة على نفس المستوى. من السهل الانسان ينجح، ولكن من الصعب اللي هو يستمر في النجاح بالشكل ده. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا. تحب تقول ايه للنادي المصري؟ ربنا يوفقه كده هون ويثبت خطاه الفترة اللي جاية ان شاء الله. شكرا. اتعرف بحضرتك؟ نهى إكرام، مدرسة بورسعيد الدولية، ناظر قسم اللغات. حضرتك بقالك كتير في المدرسة؟ 10 سنين منذ الافتتاح. حضرتك أكتر حد بقى ممكن يقول لنا النهاردة إحساسك إيه؟ سعيدة جدا بأن المدرسة الحمد لله 10 سنوات في منتهى النجاح والتقدم. سعيدة أن في عدد كبير يصل ل60 موظف ما زال يعمل في المدرسة من 10 سنوات حتى الآن. سعيدة برضو بإحساس أولياء الأمور والطلبة وقد إيه يشعروا بالولاء للمدرسة، إن الحمد لله 10 سنوات من نجاح، ويا رب على طول ودايما. تقولي إيه للمدرسة في عيد ميلادها العاشر؟ أقول نتمنى المزيد من التقدم والنجاح بأولياء الأمور وبالطلبة وبالمدرسين،
ويا رب يبقى فيه نموذج واثنين وثلاثة مشرف في بورسعيد زي بورسعيد الدولية. والتعليم يعني من خلال تجربتنا مع المدرسة أثبت إن هو أكبر فرصة حاليا الناس بتستثمر فيها لأولادها. فيا رب القيادات تبدأ فعلا تفكر إن احنا يبقى عندنا أكتر من مدرسة زي مدرستنا إن شاء الله. تحب حضرتك تقولي إيه الراديو النادي المصري؟ نقول بداية موفقة، ونتمنى إن شاء الله مزيد من التوفيق ونجاح ساحق بإذن الله في المستقبل. معانا مدام غادة عطية مديرة مدارس بورسعيد الدولية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. حضرتك معانا من المؤسسين ولا جيتي بعد كده؟ لا، أنا من المؤسسين. بدأت كنظرة لمدرسة لقسم اللغات، وبعدين مسكت المدرسة كمديرة للقسمين بعد نتي حفص. إحساس حضرتك إيه والنهاردة العيد الميلاد العاشر؟ إحساس جميل، عندي مشاعر مختلطة ما بين فخر وامتنان وسعادة، وفي نفس الوقت أمل. تحبي إيه تقولي حضرتك لراديو المصري FM؟ أحب أقول لهم إن شاء الله يعني تبقوا أكتر وأكتر، وعدد المستمعين يزيدوا أكتر وأكتر، وتبقوا في كل مكان، مش في بورسعيد بس، تبقوا في مصر كلها. ميرسي لحضرتك. ميرسي لك. شكرا. So let's welcome Maestro Adli Nuruddin, his band, and our dear student Islam Arafa. Ladies and gentlemen, the Drums of Peace Band. أستاذ عدلي نور الدين، مدير فرقة طبول السلام. حضرتك بالنسبة للفرقة نشأت إمتى؟ الفرقة احنا عاملينها من بدري، بس قعدنا نجتهد ونعمل حفلات في حب مصر وحفلات للناس تعرفها لحد ما ربنا أكرمنا وجينا قدمنا في قصر ثقافة بورسعيد، رفضنا. ليه؟ مش عاوزين مواهب عندهم، هم مستكفين بالمواهب بتاعتهم، فلجأنا للأوبرا. دكتورة أنيس عبد الدايم ست فاضلة طبعا اتبنتنا وعرضنا في دار الأوبرا ونجحنا، وعدت لنا حفلات تانية الحمد لله. ابتديتوا من سنة كام؟ أنا بادئ من 2000 كده، سنة 2000. حضرتك عملت كام حفلة تقريبا على مسرح الأوبرا؟ كان أول حفلة ليا على المسرح المكشوف 29/9 الحمد لله، أخذت درجة امتياز. دي أول حفلة ليا في دار الأوبرا، إنما قبل كده عزفت في كل الأماكن. الفرقة بتاعت حضرتك بتتكون من كام عازف؟ من 50، الفرقة كاملة 50. هنشوفهم كلهم مرة؟ لا، ده جزء منهم عشان الاستيج ما ياخدهمش يعني ظروف الحفلة. حضرتك ممكن تكلمنا عن طبيعة الآلات نفسها؟ عندي طبلة، دهلة، بندير، جيمبي، درامز، كل الآلات دي بنلعب عليها. كل واحد مسؤول عن آلته، وكل واحد عارف احنا موزعين شغل علينا، ضربات شغل كده، فاحنا موزعينه، فكل واحد بيعزف على الآلة لازم يكون بيعزف أكتر من آلة عندي، على أساس ممكن أحتاج واحد يلعب طبلة، ممكن أحتاجه يلعب دف، ممكن أحتاجه يلعب بندير، يبقى بيلعب. فالحمد لله معايا فرقة ممتازة ومحترمة وبتنفذ الشغل بتاعنا. النهارده العدد اللي معانا هيعزف لنا بقى كام مقطوعة أو كام عزفة؟ احنا النهارده هنعمل 4 طبلات و4 صولوهات. معانا فنون شعبية طبعا، أطفال بنقول طابلو الصعيدي، البمبوتي، الاسكندراني، الفلاحي، الشغل اللاتيني، الشغل الخليجي، الصولات انفراد، صولات مع سامح ومع اسلام بندير واسلام طبلة وعدلي. فبنعمل شوية حاجات كده يا رب يعجبوا الناس. أول عرض ليكوا في بورسعيد؟ لا، عرضت قبل كده في الأكاديمية، عرضت بتاع 6 حفلات أو 7 حفلات في بورسعيد. شكرا لحضرتك. شرفت لحضرتك، متشكر جدا. ايه ده بقى؟ يعني
ومعانا من اصغر عازفي الفرقه. اسلام عرفة عبد الودود. انا كنت ستودنت اصلا في المدرسه، وجاي النهارده مع الفرقه. انا اصغر واحد فيها. بس وشاركت معاهم في كذا حفله، يعني هم مرنوني قبل كده في المدرسه هنا. عملت كذا حفله هنا، وعملت بره في الاوبرا يوم 29. احساسك ايه النهارده بتمر على المدرسه 10 سنين؟ هو انا اصلا فيها من اول ما فتحت. انا في المدرسه اول ما فتحت، اول سنه ليا، وانا خلاص اصلا اتخرجت. دي اول سنه يعني جاي كده بره المدرسه. احساس طبعا متغير، يعني اختلاف. بس كده يعني. هتعزف لنا ايه النهارده؟ انا عازف كذا شو. السولو بتاعي يبقى شرقي، لكن هو في كذا حاجه، في بمبوطي، في صعيدي، في تنوره، في كذا حاجه. بس انا هيبقى شرقي سولو يعني لوحدي بتاعي كده. هو في كذا سولو بس انا يعني ليا واحد كده. يعني احنا النهارده هنسمع حاجه مميزه؟ من كله. هو يعني ما شاء الله الفرقه كلهم احسن من بعض. انا اصغر واحد، يعني انا اقل حاجه فيهم يعني. ميرسي ليك قوي يا اسلام. ميرسي، ربنا يخليك. ومعانا من اعضاء الفرقه محمد مجاد، عازف كونجا فرقة طبل السلام. حضرتك مع الفرقه من زمان؟ من سنة 2000. من اول ما ابتدت؟ أيوة، من أول ما بدأت. حضرتك قدمت معاهم عروض؟ عروض كتير من أول ما الفرقة بدأت. حضرتك النهارده معانا في مدارس بورسعيد الدوليه، تحب تقول لهم ايه؟ بقول إن شاء الله الفرقة تنول إعجاب الجميع بإذن الله، وإحنا بننشر السلام في مصر، وإن شاء الله على مستوى العالم بإذن الله. حضرتك تحب تقول ايه للنادي المصري؟ النادي المصري نادي بورسعيد، وبنحبه جدا وبنعشقه، نعشق الكورة. معانا أستاذ سامح عبد العزيز، بلعب إيقاع طبلة في فرقة طبل السلام. حضرتك معاهم من زمان؟ من سنة 2000 برضه، احنا مبتدئين الفرقة مع بعض. حضرتك هتقدم النهارده عرض ايه؟ هعمل سولو منفرد طبلة لوحدي يعني مع الفرقة، والفرقة هتشاركني بيه. حضرتك تحب تقول ايه للنادي المصري؟ اقول له بحبك وموت فيك ويا رب ان شاء الله يبقى في ازدهار دايما باذن الله. ميرسي لحضراتكم. اتعرف بحضرتك؟ احمد الحسيني، مدير نظم معلومات مدارس بورسعيد الدوليه. حضرتك بقالك قد ايه في المدرسه؟ 9 سنين. مش 10 يعني؟ لا، ما لحقناش اول سنه للاسف، بس كان نفسنا طبعا نبقى على 10 سنين عشان نعاصر الانجاز من اوله يعني. تحب تقول ايه مدارس بورسعيد الدوليه في عيدها العاشر؟ مزيد من التوفيق والتقدم كده، وعقبال كده 100 سنه ان شاء الله. تحب تقول ايه للنادي المصري؟ ربنا يوفقه كده السنه دي، ومن تقدم لتقدم ان شاء الله. والراديو النادي المصري؟ لا، هو اثبت نجاحه في الفتره القصيره اللي هو انطلق فيها، ومزيد من النجاح المستقبلي ان شاء الله. اتعرف بحضرتك؟ انا اسمي الهام محمد، سكرتيرة مسز غيدة ومديرة عام المدارس، ووليد امر في المدرسة، برضو ليا اولاد في المدرسة من اول ما اتفتحت. احساسك ايه النهاردة بعد 10 سنين؟ احساسي فخورة قوي بالمدرسة. عندي احساس ان احنا ماشيين الحمد لله يعني بنفس الجودة من اول يوم، ونفس الحماسة. الناس عندنا متحمسين جدا، واتمنى ان شاء الله ان ال10 سنين دول يبقوا يمتدوا يعني، ويبقى من نجاح لنجاح ان شاء الله يا رب. احساسك النهارده مختلف لان اولادك كمان. طبعا حاجه مهمه جدا، وانا مبسوطه وسعيده لان ده فرق معايا جامد بصراحه. يعني المدرسه هنا اضافت للولاد لمسه حلوه غير التعليم، هي بناء الشخصيه. بتفيدي كاري؟ لا. اتعرف بحضرتك؟ يوسف الشيخ، سينيور تيتشر ات بورسعيد سكندري سكول فور جيرلز. حضرتك معانا من اول ال10 سنين؟ انا كنت موجود من اول 10 سنين، لمده اول 4 سنين كنت موجود. احساس حضرتك ايه النهارده بعد 10 سنين؟ حقيقي في منتهى السعاده ان انا اشوف PIS Pioneers in Success. تحب حضرتك تقول ايه الراديو النادي المصري؟ اقول لهم ان بورسعيد محظوظه ان يكون فيها مدرسه زي PIS. ميرسي لحضرتك. اتعرف بحضرتك؟ ليلى علي الغوابي. حضرتك بتشتغل ايه في المدرسه؟ وكيل الشؤون الطلبه والنشاط ورئيس قسم اللغه العربيه. حضرتك من المؤسسين ولا من الجداد؟ نعم، من المؤسسين. احساس حضرتك ايه بقى النهارده بعد 10 سنين؟ سعيده جدا في غايه السعاده، لان الطفل اللي احنا ربناه شفنا ثماره وتمتعنا بكل شيء جميل، واقبال اولياء الامور على المدرسه بيزيدنا
علو ورفعة، لأن هذا دليل إن عملنا الحمد لله ربنا كلله بالنجاح. بس كده لحضرتك، شكرا. أتعرف بحضرتك؟ محمد طلعت، رئيس قسم التربية الرياضية ومسؤول النشاط بالمدرسة. حضرتك من المؤسسين ولا لسه جديد؟ لا، أنا أول ما جيت في المدرسة سنة 2005 صيفا. حضرتك إحساسك إيه النهاردة وبعد 10 سنين؟ حاسس ان هو ثمار تعبنا وثمار تعب كل زمايلي، وخصوصا ببقى مبسوط لما الناس بتبقى نفسها تخش المدرسة، او بشوف كل حاجة كل يوم المدرسة بتكبر، او ولاد عندنا النهاردة بنكرم الخريجين بشوفهم مسؤولين او بيشرفوا المدرسة. كل دوت بيعتبر فخر ليا. بحس ان 10 سنين اللي فاتوا ما راحوش هدر، راحوا استثمرناهم في ولاد وبني ادمين وناس ممكن يخدموا البلد اللي احنا فيها. فبحس ان انا فخور، وبحس ان انا كل ده عند ربنا. وانا ميرسي لحضرتك. اتعرف بحضرتك؟ ميس عبية علي مبروك، رئيس قسم التربية الفنية والقسم الناشونال. حضرتك معانا من زمان؟ يعني 10 سنين في المدرسة، من مؤسسين المدرسة. احساسك النهارده والنهارده عيد الميلاد العاشر؟ انا سعيده جدا جدا، وحاسه ان انا بفتكر اول يوم جيت فيه المدرسه هنا. انا بكلمك وانا كل حاسه ان انا هعيط خلاص يعني. بس الحمد لله المدرسه علمتنا حاجات كتير قوي قوي قوي. اول حاجه اتعلمتها من ميس نادية حافظ، اتعلمت من ميس غاده، من الاداره كلها، الانضباط والاحترام والحب. ميرسي ليكي قوي يا حبيبتي. اتعرف بحضرتك؟ دعاء رمضان متولي. حضرتك بتشتغلي ايه في المدرسه؟ معلمه لغه عربيه. حضرتك من الناس اللي بقى لها 10 سنين في المدرسه؟ الحمد لله، وليا الفخر بكده. تحبي تقولي ايه للمدرسه في عيد ميلادها العاشر؟ اقول يا رب دايما كده من نجاح لنجاح وبالتوفيق. المدرسه هنا هو يعني ليها فضل كبير قوي عليا، اتعلمت فيها كتير وعشت فيها احلى ايام حياتي. ويا رب كده بالتوفيق دايما كده، وتبقى دايما من احسن المدارس الموجوده في مصر كلها. ميرسي لحضرتك. اتعرف بحضرتك؟ مدام رندا عز الدين، شؤون عاملين بالبي اي اس. من المؤسسين من 2005. 10 سنين. احساسك ايه النهارده والمدرسه بقى لها 10 سنين؟ والله احساس ما يتوصفش، يا رب يديم علينا ان شاء الله نعمه، ويبقى يعني ان شاء الله يعني ننتظر اليوبيل الفضي والذهبي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تحبي تقولي ايه الراديو المصري اف ام؟ هقول ايه؟ ربنا يوفقكم، ودايما كده منورينا ومشرفينا في كل مناسبه، ومعانا دايما ان شاء الله. ميرسي ليكي. العفو عليا. اتعرف بحضرتك؟ عبير عبد القادر العلاوي. حضرتك بتشتغلي ايه بقى في المدرسه؟ مدرسة انجليزي. حضرتك بقالك قد ايه في المدرسه؟ من يوم ما بدأت 2005، يعني دي السنة العاشرة. احساسك ايه بقى؟ طبعا احساسي بالفخر الشديد، لان المدرسة طبعا احنا دخلناها وكانت العدد قليل جدا، سواء ستاف او طلبة، ودلوقتي زي ما الناس كلها عارفة المدرسة ما شاء الله يعني مش ملاحقة على التقديمات والقبول، وناس الويتنج ليست كتير، فالحمد لله يعني. عايزين تقولي كلمة للمدرسة؟ فعلا انا بحب المدرسة جدا، ودليل الحب ده ان انا بقالي 10 سنين حتى ما فكرتش ان انا امشي، ويوم ما حبيت امشي معاك. تقولي ايه للنادي المصري؟ ربنا معاه، ودايما نحب نسمع عنه اخبار كويسة، ويكون دايما في الصدارة ان شاء الله. اتعرف بحضرتك؟ سارة حافظ، مدرسة انجليزي في اكاديمية بورسعيد الدولية. بقالك قد ايه يا سارة؟ بقالي 2 سنين بس. لسه جديدة قوي يا سارة. بس حقيقة انا فخورة قوي بجد ان انا بشتغل في المدرسة دي، لان هي صرح تعليمي كبير جدا، واي حد فعلا يشرفه ان هو يشتغل في مدرسة زي دي. السنة العاشرة في المدرسة تحبي تقولي لهم ايه؟ اقول لهم يا رب من نجاح لنجاح كده ان شاء الله، وان شاء الله نفضل مستمرين في النجاح بتاعنا، ونفضل احسن مدرسة على مستوى بورسعيد وعلى مستوى الجمهورية كلها ان شاء الله. ان شاء الله. سارة تحبي تقولي ايه لراديو النادي المصري؟ هو انا بقالي فترة بتابعه بجد بالنجاح، وان شاء الله تبقوا في تقدم مستمر. ميرسي ليكي يا سارة. ميرسي. استاذ محمود العسيري، اهلا بحضرتك. راديو المصري اف ام معاك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. حضرتك اول مره ليك في بورسعيد؟ لا ازاي، اكيد مش اول مره، لا في مرات كتير قبل كده. حضرتك ايه اهم الاعمال اللي هتعملها الفتره الجايه؟ بحضر البومي الجديد، وان شاء الله في سيت كوم كنا عاملينه
مع طلعت زكريا ومايكل سابوس وسام بدر، اسمه مبسوط هيتوتا، المفروض ينزل قريب. بس بنحضر الالبوم الجديد ان شاء الله. هتغني منه حاجة النهاردة؟ لا، كله قديم؟ كله قديم. ايه اكتر اغنية حضرتك بتحبها في اغانيك؟ اكتر اغنيه بحبها ولد رسام. هنسمعها النهاردة؟ احتمال كبير. حضرتك هتكرر معانا زيارة لبورسعيد؟ يا ريت، انا بحب بورسعيد جدا ويا ريت ابقى باجي على طول. حضرتك هتقول ايه لراديو مصر اف ام؟ اقول لهم انا بسمعكم على طول وانتوا كمان تابعوني واسمعوا اخباري على راديو اف ام. شكرا لحضرتك. ثانك يو.